خرجت عدة مسيرات نظمتها حركة 20 فبراير في مدن مغربية أمس، عاود خلالها المتظاهرون دعوة السلطات بالاستجابة لكامل مطالبهم، ورفعوا شعارات تطالب بمحاربة الفساد والاستبداد، كما شجبوا تعيين فؤاد عالي الهمة مستشارا للملك محمد السادس. وطالب المحتجون بدستور شعبي ديمقراطي. وكانت تنسيقية الحركة في الرباط نفت استعدادها للحوار مع حكومة العدالة والتنمية لعدم تجاوب الدولة مع المطالب بجدية حسب وصفها. وقد شدد المتظاهرون على ضرورة إطلاق سراح معاذ بالغوات الملقب بالحاقد، الناشط في الحركة والمعتقل منذ 3 أشهر. وينضم إلينا هنا في الاستوديو توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة أخبار اليوم المغربي. سيد توفيق، مرحبا بك. أهلا وسهلا. بينما قدم من إصلاحات حتى الآن بوصول حكومة بن كيران، وبين بقاء حركة 20 من فبراير على مطالبها، بل وزيادة على ذلك أن هذه الحكومة لا تشكل شيء في ظل وجود حكومة ظل كما وصفوها يقودها مستشار الملك. إذن ما الذي تغير؟ الذي تغير هو أن هناك حزبا معارضا حصل على الرتبة الأولى في الانتخابات، وهذا الحزب يشكل الآن حكومة مع تحالف من 3 أحزاب أخرى، والناس تنتظر ماذا سيقدمون من وعود، على اعتبار أن حزب العدالة والتنمية كان شعاره في الحملة الانتخابية هو إسقاط الفساد والاستبداد. إذا الحركة ما زالت على موقفها، لأنه عارضت هذا المسار منذ الأول، منذ وضع الدستور ومنذ تشكيل الانتخابات، وما زالت مستمرة، وأظن أنها لن تتوقف إلا عندما ترى ثمار هذه الحكومة والبرنامج الذي وعدت به والمطالب الأساسية التي تشكل صلب هذه الحركة الشبابية، أي انطلاق مشروع ثاني للانتقال الديمقراطي في المغرب. أنذاك ربما تتوقف هذه الاحتجاج، لكن الآن ولكن ما مدى مشروعية حديثها عن وجود حكومة ظل يقودها مستشارون ويتحكمون في وزارات مهمة، حتى ربما حتى قبل انتظار نتائج ما قد ينجم عن حكومة بن كيران؟ هذا حكم سابق لأوانه، موضوعيا سابق لأوانه. طبعا هناك قراءة، لأن دخول فؤاد علي الهمة الذي كان أسس حزبا وصف بحزب الدولة لمجابهة الأسلاميين، هذا المشروع فشل، والناخب عاقب هذا الحزب وعاقب الأحزاب التي تحالفت معه، والملك التقط الإشارة وأدخل فؤاد علي الهمة إلى مطبخ القصر على اعتبار أنه كان مستشارا وخرج إلى الحق الحزبي والآن رجع. والبعض يتخوف من أن هذه التعيينات التي تمت في القصر الملكي يمكن أن تشكل حكومة ظل، لكن إلى الآن لا توجد لا يجب علينا أن ننتظر. رئيس الحكومة عمل ندوة صحفية هذا الصباح وقال بأنه سيقترح وزراء في كل الوزارات، وأنه وزارات السيادة وما كان يسمى بوزارات السيادة التي كانت حكرا على الملك انتهت، وأنه سيقترح وزراء في كل الوزارات، اللهم باستثناء وزارة الأوقاف، باعتبار الشأن الديني شأن محفوظ للملك في الدستور. إذا لحد الآن لا يمكن أن نقول بأنه هناك حكومة ظل. طبعا هناك مراكز لمقاومة الإصلاح، هناك مراكز نفوذ أخرى التي لن ترفع الراية البيضاء بسهولة، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام الكلام الذي يطلقه لحد الآن بن كيران بأنه سيحارب الفساد، سيحارب الاستبداد، سيطبق برنامج إصلاحات مستعجل. لكن من سابق الأوان الحكم على هذا ما دام الرجل الآن يتشاور ويشكل حكومة. طيب، هل معنى ذلك بأن حركة 20 من فبراير تخسر الآن جزء من رصيدها بهذا الموقف المتصلب من مثلا اليد الممدودة من قبل حكومة بن كيران؟ لا أعتقد بأنها تخسر، هذه وظيفتها هي وظيفة احتجاجية، وظيفة جرس إنذار، ويجب أن تستمر هذه الحركة على يسار الحكومة، حتى وإن كانت الحكومة من قوة الشارع، أليس كذلك؟ بدون شك قوة من قوة الشارع، لكن الحزب كذلك حصل على تأييد في الشارع. حزب العدالة والتنمية حصل على 107 مقاعد في البرلمان، وهذه ربما سابقة من نوعها في كل تاريخ الانتخابات البرلمانية، صوت عليه حوالي 1,200,000 شخص. إذا لحد الآن الحركة تضغط، وهي تعرف بأنها لا تضغط على الحكومة، هي في الحقيقة تضغط على مراكز أخرى في السلطة لا تتوجس من الحكومة القادمة. وأفراد حزب العدالة والتنمية واعون بأنه يجب أن يتعايش مع هذه الحركة، بالعكس أن يوظفوا احتجاجاتها لتقوية موقعهم التفاوضي مع القصر غدا، باعتبار أن حكومة قوية هي المخرج من عنق الزجاجة ومن الورطة التي وضع فيها الربيع العربي الأنظمة العربية كلها. توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة أخبار اليوم المغربية، شكرا جزيلا لك.